السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. حركة النهضة توجه رسائل جديدة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وين اعتبرت البارح في بيان لها بأنه الانتخابات التشريعية القادمة وما رافقها من خروقات خلت منها مهزلة حقيقية على حد تعبيرها، في وجود دوائر ما فيهش مترشحين، في تقلص عدد المترشحين بشكل غير مسبوق، يعني كعدد جملي. قبل بالقائمات تحب تقول كانوا برشا يترشحوا، توا فما 1055 تقريبا هكا هاو. تقول معنا كيف نقارنوا مع المحطات الانتخابية منذ الثورة المباركة، هكا تقول في البيان حرفيا. نلقاو بأنه فما تقلص في عدد المترشحين بشكل كبير وسط مقاطعة أغلبية المكونات السياسية الوازنة في البلاد. وتنقول لكم شنو قال رئيس الجمهورية في نقطة هكا عندها علاقة بهذا القول. حركة النهضة زادة تقول بعد ما اجتمع المكتب التنفيذي متاعها تجدد موقفها الثابت من انها مقاطعة الانتخابات، وتعتبر بالعكس انه الانتخابات هذه تشكل خطر على مؤسسات الدولة وهيكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية. كما زاد جاي في البيان متاعها بأنها تستنكر مواصلة سلطة الانقلاب حسب تعبيرها التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات الشرعية على حد تعبيرها. وتقول زادة إنها المؤسسات الشرعية وتواصل الضغوط على السلطة القضائية لتطويعها لخدمة أجندة الانقلاب على حد وصفها، اللي أبان توجه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية حسب ما جاء في هذا البيان. حركة النهضة تقول بأنه حسب وصفها الانقلاب يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية في تونس، وأنها سجلت فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة متعددة الجوانب. وأدانت حركة النهضة بشدة ما أسمته خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة كما تقول، وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وأنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023 مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات اللي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية على حد تعبير حركة النهضة. حرفيا تؤكد أيضا حسب وصفها ديما نقول على فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحماية للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع. حسب البيان كما زاد أدانت حركة النهضة مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للإجراءات العبثية والمرتجلة اللي تتخذها حكومة قيس سعيد واللي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية. طبعا هذا يجي على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة بعد هك الزيادة في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم تاكسي لواج تاكسي جماعي نقل ريفي. تقابل في نهارتها مع رئيسة الحكومة وحكي على التخفيض في الأسعار وحكي على المواد المدعمة وحكي على الدور الاجتماعي للدولة، واللي برشا ناس ما فهمتش شنو الخطاب حاجة وعلى أرض الواقع حاجة. فحركة النهضة خذت الأمر هذا وعملت منه هذا البيان باش تحكي زاد هي كما يقال على ازدواجية الخطاب بين الرئيس وبين إجراءات الحكومة. إجراءات الحكومة على أرض الواقع حاجة، المواطن يمشي يشتري يلقى حاجة ولا يصرف ولا يستعمل وسائل النقل يلقى الحكاية زادت، في المقابل يسمع خطاب
اللي هو ضد الزيادات، ما لأنه هوني فما لازم توضيح المسألة الحقيقة. به نواصل مع حركة النهضة. نور الدين البحيري البارح أكد بأنه تسلم معناها من طرف أحد أبنائه بتسليمه استدعاء للحضور نهار 6 ديسمبر أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. هذا ما أكده نور الدين البحيري، ونشر صورة الاستدعاء وبجنبها صورته هو. كانت تفكر وقت اللي يروح بعد إضراب جوع متاع شهرين ولا أكثر شوية، ورافع علامة النصر. البحيري يأكد بأنه بلغ من طرف أحد أبنائه بتسليم استدعاء للحضور كما قلت لكم، وقال في تدوينة انشرها على فيسبوك أنه إلى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن عندي أنه الزجبي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل على حد تعبيره، يتهمها مباشرة. هو قبل كان وزير عدل ويتهم يعني وزيرة العدل الحالية. به يقول زاد بأنه ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا، حسب تعبيره بين ظفرين الكلمة هذا قاله هو، لن تزيدنا إلا وعيا بما يمثل الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة وعلى الحقوق والحريات، والتزاما بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن، على حد تعبير نور الدين البحيري. يجي هذا في ظل يعني خليني أقول لكم برشا ناس تقول بأنه باش تتوجه إلى القضاء ضد وزيرة العدل على خلفية يعني هالشكايات هذه وكل. وخليني أقول لكم زيادة بأنه الرئيس البارح كان عنده خطاب يحكي على الناس، بالأساس الناس اللي تدعي الخلاص، جبهة الخلاص ومشتقاتها. البارح استقبل رئيس الجمهورية معناها استقبل وزير الاقتصاد والمالية وحكي على برشا نقاط، من بينهم حسب ما جاء في البيان حكيوا على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والعمل على الاستجابة في أي مخطط يوضع لمطالب التوانسة في العيش الكريم، كما حكي على استرجاع أموال بناء على الصلح، أموال بناء على الصلح الجزائي. يقول بأنه في الأيام القليلة القادمة سيتم استرجاع جزء من الأموال في إطار مرسوم الصلح الجزائي. ويقول للأسف فما قضايا بقات في المحاكم دون بت لأكثر من 10 سنوات. ويقول رئيس الجمهورية بأنه باش يتم أيضا استرجاع أموال منهوبة في الخارج، حيث هناك من يريد الصلح والدولة ستقبل بذلك في إطار القانون حتى تعود أموال الشعب للشعب. برشا ناس خاطر حكيت على صلح الجزائي والأموال المنهوبة ويني أو يقول في الأيام القليلة القادمة. كما زاد شدد رئيس الجمهورية البارح في لقاء بوزير الاقتصاد على ضرورة أنه تكون الخيارات في مشروع قانون المالية اللي حاليا فما نقاشات عليه تتم على قاعدة ما ورد في دستور 25 جويلية من حقوق وتوزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي. وقال بأن المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة يجب أن يتم إعدادها على بناء على طلبات وانتظارات الشعب التونسي في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية. ويقول نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب في الحياة الكريمة. ويقول قيس سعيد بأنه أي اختيار مالي أو اقتصادي لازم يكون عنده بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، بينما الشعب هو من يريد الخلاص منهم. ويقول زيدا أن الذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، بل لها حقوق نص عليها الدستور وهي من حقوق الإنسان، ولا يمكن تحقيق المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين الذين أفسدوا كما يفسد الجراد الحصاد، على حد تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد.